السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسماء مصطفى من قناة جدد وغير مع عيلة ميم. واللي اول مرة يشوف القناة ما ينساش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل ما جديد. دلوقتي ان شاء الله احنا عملنا ملاية موج البحر اللي هي ايه من غير ما نقصها، وطبعا شرحناها. ودلوقتي هنعمل الخدادية بتاعتها. والخدادية زي ما قلنا 70، هتبقى 70 كده في 50. طبعا عرفنا الموضوع ده كذا مرة قلناه. ومتنسوش تباركولي على المزورة الجديدة. فالمهم ايه فالمهم نقول ايه، نقول احنا عملنا اسطمبة عشان انا عاملة اسطمبة للخدادية دي. وهوريكم ان شاء الله، واللي حابب ان انا اعمله الاسطمبة دي يقول لي وانا اعملها لكم ان شاء الله في اي فيديو ادخلها في الاول. او ان شاء الله باذن الله لو الكيس الخداديه ده خلص معانا ان شاء الله على طول كده وكان متسهل فيه، فهعمل لكم الفيديو بتاع الاسطمبه دي. طبعا الاسطمبه دي جبناها، كيس الخداديه ده اكيد شفتوه قبل كده. فهنيجي كده بالشكل ده، هنسيب حوالي 10 سنتي من هنا و10 سنتي من فوق. ماشي، 10 من هنا و10 من هنا زي ما انتوا شايفين اهو. 10 من هنا و10 من هنا. تمام تمام. ودلوقتي هنبدأ نشوف هنعمل ايه. وطبعا التلات درجات دول اللي كانوا في الملاية، بس انا دخلت التركواز المرة دي عشان في تركواز مرضيش ادخله بصراحة في الملاية. فان شاء الله انا هدخله في الخدودية عشان يدي ايه شكل حلو يعني. فالمهم انا هبدأ دلوقتي ان انا اقول لكم هعمل الخدودية ازاي. الاسطمبة دي بتبقى كده وكده، الحتة دي والحتة دي والحتة دي كده، ومن هنا دوران شوية. واكيد كيس الخدادية انتوا شفتوه قبل كده. وانا هرفع دي كده كده شوية. دي ما عملتهاش كاملة، هو اصلا كيس الخدادية المفروض يتعمل صغير كده، بس انا بحب اوسع فيها شوية اهو كده. وبرضو دي كده، واكملي الدوران، بس هتعدلي كده عشان الدوران يجي معاكي ايه معدول اهو كده. وتيجي من اول الخدادية كده وترسمي كده الاسطمبة دي. انا بحب اكبر شكل الدوران كده. وهنحط طبعا اول التركواز والفوشيا، لا في نص اللي هو الاوف وايت، وبعد كده الايه الفوشيا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين اهو، انا شرحت لكم دلوقتي ازاي هتعملوا المخده. والمخده من هنا لهنا كده وكده 70 وكده 55. ودي امشي عليها على طول. وموضوع الاسطمبة ده جميل جدا يا جماعة بصراحة. انا كنت هطلع حبل ومعلقاهم كلهم، بس اما غيرت وجبت مكنة جديدة طبعا كلهم فلتوا من بعض. فانا ان شاء الله هعمل لكم اسطمبة زي دي ان شاء الله. اسطمبة ان شاء الله زي دي، اسطمبة زي دي ان شاء الله. وهوريكم ان شاء الله نعملها ازاي وهشرحها لكم. ودلوقتي هنبدأ الشوفونات دي هنمشي بيها كده اهو هنا اهو. ونشيل الاسطمبة بتاعتنا خلاص. الخدادية دي شفتوها قبل كده على فكرة وانا بخيطها، هتطلع معاكم وهتبان منظرها وهتشوفوها وهتعرفوها ان شاء الله. هنقفل قلمنا بقى ونشتغل. ودلوقتي اول حاجة جبنا التركواز اهو. التركواز ده حوالي 12 سنتي. وهنكشكش بالطريقة دي، هنكشكش كده ونمشي على الدوران المعمول. بالشكل ده كده اهو. الدوران اللي احنا عملناه اهو. اهو ان شاء الله يكون باين معاكم. معلش انا اسفه عكست الاتجاه فعملت مظبوط، فده عادي يعني انا هعرف اطلعه ازاي. انا اسفه المكنه ما بتخيطش. وتستمري
في الكسرات دي كده بالشكل ده كده. بصراحه انا حبيت الكسرات كتير قوي عن الكشكشه، لان الكسرات دي بتبقى شكلها جميل قوي اما بتخلص، وتستمر على الرسمه اللي احنا عملناها بالاسطمبه. بالشكل ده تمشي على الدوران بالظبط كده. خلاص بالشكل ده كده بعد ما عملناها ومشينا على الخط الدوران اللي انا عملته معاكم بالاسطمبه. دلوقتي عدلتها اهو، مشيت عليها من هنا برضو عشان ما تبقاش مرفوعه كده، تكون نايمه وحلوه بالشكل ده. منظرها اهو معاكم اهو. وابتدي دلوقتي اعمل الدور التاني اللي هيبقى اوف وايت، ودي هتبقى 8 سنتي، دي 12 ودي 8، لا دي 12 ودي دي 12 ودي 8 صح. وهنبدأ بنعمل الدور التاني بالشكل ده كده اهو، نفس اللي احنا عملناه الاول هنعمله التاني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نمشي كده برضه نفس القصه اللي احنا عملناها في التركواز هنعملها في الاوف وايت، وهتمشي برضه بالدوران زي ما مشيتي على الخط اللي احنا عملناه بالاسطمبه، تمشي بالطريقه دي كده برضه كده. خلاص كده بعد ما عملنا اهو الدور التاني بالشكل ده من الكرنشة بالشكل ده كده. فدلوقتي هنعمل ايه؟ هنمشي هنعيد كده، هنعيد برضو كده، هنمشي كده ونثبتها. هموريكوش التانية بس هوريكم دي كده اهو كده كده، تمشي بدوران برضو عشان تبقى معاكي حلوة برضو كده بدوران اهو اهو كده كده اهو. تعدلي كده وانت ماشيه، تبداي تعدلي كده تظبطي وانت ماشيه، متخليهاش تقلب منك. لو قلبت كده هتبقى شكلها وحش. هتروح كده بعيد عني واتكل على الله كده عشان نشوف بنعمل ايه. انت بارد اهو بالشكل ده كده. وادي التاني، الدور التاني اهو بالشكل ده اهو اهو. ودلوقتي اخر حاجه معانا اهي الشوفون التالت اللي هو هنبقى نعمل 3 ادوار. احنا ان شاء الله هعمل لكم ملايه الشكل ده برضو 3 ادوار كده فوق بعض كرانيش، وحاجه جميله جدا هتبقى ان شاء الله اهو. وبرضو اهو كده معاكي التالت، وهتمشي بدوران وهتثبتي وهتقرنشي نفس اللي احنا عملناه ده اهو 3 مرات اهو، عشان في الاعاده افاده زي ما انت شايفه اهو كده اهو. شايفه معايا برضه هتمشي بدوران، تبقي ماسكه القماشه بتاعتك كده مشيها زي ما انت عايزه تحت المكنه كده اهو. شايفه كده اهو كده اهو. كسر برضو مش كشكشه، كسر. وزي ما قلت لكم برضو ان الكسر شكلها بتبقى حلو اكتر.
عشوائي، مش من غير مقاسات، زي ما ايدك تتني اعملي عادي، مش هتفرق. اهو كده بالشكل ده اهو. كده تمشي زي ما انت ماشيه كده اهو، الشكل ده كده اهو، كرانيش كده خلاص. ونقطع كده وكده خلاص خلصنا الثلاث ادوار زي ما انتم شايفين اهو فوق بعض، نفس الدرجات اللي في الملاية هي اللي عملناها هنا اهو. اخر حاجة نعملها شريط الستان زي ما متعودين. ادي شريط الستان، عملته معاكم كذا مرة مش مشكلة، السيبي دي كده مفتوحة لانها هتتعمل مع الاوفر اهو. بالشكل ده كسرة كسرة وتشريط، كسرة وتضيف، وتمشي كده تمشي برضو على الدوران زي ما اتفقنا كده. الثلاث ادوار بتوع الكرانيش برضو زي ما احنا كده بالظبط. ان شاء الله انتظرونا في شكل ملاية جديد. وان شاء الله برضو هنعمل حاجات كتيرة باذن الله. ان شاء الله هنبدأ نوريكم الملايات اللي هي بقى ايه احلى شكل في الملايات. والدوران هيبقى 3 دورانات من 3 اتجاهات، 4 خداديات، والشكل بقى ايه الحلو التركي، الحاجات التركية الجميلة دي. ربنا يسهل بس ونبدأ ان شاء الله الحاجات دي. برضه تمشي دوران كده زي ما احنا قلنا. ده كله طبعا هيبقى من جوه الخدادية وهيتعمل اوفر. والشكل معاكم اهو. ماشي. معانا فيونكة بقى هنركبها دلوقتي. هتبقى فين الفيونكة؟ هتبقى بالظبط شايفة السن ده، هتاخدي شبر كده، هتسيبي طبعا مسافة الخياطة 2 سنتي، وهتاخدي الشبر كده وهتعملي ان شاء الله الفيونكة هنا بالظبط. هيبقى هنا عشان برضه انا متطوش مني. الفيونكة اهي، الفيونكة هركبها ازاي؟ ادي اهو الطرف اللي هي الحته اللي احنا نخيطها دي، هتاخدي شبر، سيبي 2 سنتي طبعا، وهتاخدي شبر وتحطي الفيونكة هنا اهو بالظبط هنا اهو. فيونكة زي ما احنا عارفين، مروحة مروحة بس كده. الفيونكة اهو هبدأ طبعا حطيتها اهو بالشكل ده، وهبدأ دلوقتي اثبتها
اعملي فرمطولة كده عشان خاطر ما تقعش منك في الغسيل ويبقى شغلك مش حلو. ترفعي وتروحي الناحية التانية برضو، انا زي ما عملتي هنا تعملي هنا كده بالظبط كده. كده خلاص خلصنا الفيونكة. هنجيب الظهر بقى ونحط الوش والظهر وخلاص كده اهي. تمام كده تمام. اهو شكل المخدودية اهو. هنجيب بقى الظهر ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي هنبدأ خلاص هنقفل الخدادية على بعضيها. طبعا بنحط الوش على الوش والظهر اللي بنخيط عليه، وتظبطي كده وانت ماشية. وان كان في زيادة هنشيلها طبعا. طبعا زي ما قلت لكم كل ده فيه اوفرليه بالشكل ده كده. ثبتي عشان خداديتي لما حد يجي يلبسها مثلا ما تفكش منه. يبقى انت كده ما عملتيش ولا حاجه. بسم الله. برضو من هنا ثبتي. كده خلاص خلصنا الخدادية بتاعتنا. بالشكل ده كده. طبعا هعدلها واوريكم شكلها بقى وهي متلبسها في المخدة. وبكده خلاص خلصنا الخدادية بتاعتنا. وانا قلت لكم الشكل ده عملته قبل كده بس ما عملتش الثلاث ادوار، فهو الشكل ده. وادي الشكل النهائي للخدادية بتاعتنا. ويا رب تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان كله يستفاد. وان شاء الله في حاجات كتير 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 كتير. خليكم مع عائلة ميم ان شاء الله. هتجددوا وتغيري في كل حاجتك، وان شاء الله انتظروني قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.